هاي، عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا انا ونوجا فين النهاردة. وطبعا عشان بحب اصور معاكم كل حاجة في اي مكان بنروح وبحب اصوره لكم. احنا هنا الصراحة كنا جعانين قوي وقررنا ان احنا ناكل كشري. طبعا نص الناس اللي بتتفرج علينا بتحب الكشري، وهنا بنقول لمحمد هاي محمد. محمد بقى ايه يعني؟ بيقول لي شعري منكوش، قلت له لا ابدا يا حبيبي شعرك جميل. وهو منكوش بس هو اللي نكشه. هنا بقى بيطلع حاجته كلها، التليفون والهاربودز بتاعه، يعني واتشيكا وانكا بقى وكده يعني. وهنا بقى ايه، تعالوا نشوف بقى احنا هنطلب ايه، لان بجد يعني احنا بنروح الكشري فبيبقى كل واحد ليه مزاج يطلب حاجة معينة يعني. وهنا بقى كانت نوجا طلبت طاجن موتزاريلا. بصوا بقى الموتزاريلا كانت حلوة ازاي، لا بجد كانت جميلة وكانت بتمط معاها وكان شكلها حلو. نوجا كلت وهي هو سخن، طلع حسبي. وهنا انا كنت طلبت كشري ومحمد طلب برضو طاجن موتزاريلا. انا بحب الكشري الصراحه، بس انا حطيت على البطاطس قصدي على الكشري فراخ. وشاوي كان طالب كبده وسجق. هنا بقى يعني بصوا الكاتشب بقى حاطينه. وهنا كمان كانوا شوقي بيقول لي انت ما بتخلينيش الحق اتكلم، قلت له انا كده بسجل على الفيديوهات يعني. وهنا بقى ايه، النوجة كانت بتاكل وهنا انا حطيت التليفون عشان اكل بقى يعني، ما انا ماليش نفسي زيهم. فجبت الصلصة وبقيت ادلق على الكشري. انا بحب اصلا الصلصة كتير ونوجة تقول لي كفاية كفاية، بس انا بحب الصلصة كتير على الكشري. وجبت بقى خليتهم حطولي الفراخ بتاعة الطاجن على الكشري، لان انا ما مش بحب الطواجن. فاخترت ان انا بحب الكشري اكتر، يعني انا باكل الكشري اكتر. هنا لولي كانت عايزه تتصور فقلت لها اصبري حاضر انا هجيب الكاميرا عليكي، فجبت لها الكاميرا وبقيت اقلب بقى الكشري هنا. بجد يا جماعة أنا عايزة أقول لكم إن الكشري كان طعمه روعة روعة روعة. وعاوزة أقول لكم إن الكشري ده عند أبو حنفي اللي في دار السلام. بجد يعني أنا ما كلتش ولا هاكل بطعامة الكشري بتاع أبو حنفي، وده مش إعلان حرفيا، بس بجد أنا بحب الأكل بتاعه جدا جدا. فأنتوا قولولي يعني ايه يا لولي؟ والطاجن بتاعه تحفة. انا عايزه اقول لكم ان الطاجن تحفه تحفه تحفه. هو انا قصدي يعني ان المكان واكله كله حلو ايوه، يعني، مش حتى الكشري بتاعه حلو، دقته امبارح. نوجا كلت مني كشري عشان تدوقه فعلا وكان طعمه لذيذ جدا. صراحه هو ابو حنفي الحاجه بتاعته جميله. فقولوا لنا بقى اكتر كشري انتوا كمان كلتوا عنده وحبيتوا الاكل بتاعه، كان محل وكان اسمه ايه؟ لا بس كنا جعانين قوي اصلا يعني. انا اول مره اجيب طبق كشري كبير كده. وهنا السلطه بتاعته واو، جماعه جماعه بجد ما اكلتش جمال كده قبل كده. فهنا بقى قاعدين بقى ناكل يعني ومبسوطين جدا بطعم الاكل والدنيا لذيذة بقى. وانا عايزة اضحككم بقى، جيت اكل المقرمشاية ديت تبصوا عملت ازاي، لا ما كنتش عارفة خلاص مش عايزة اخش بقي اصلا. لا الصراحة كان يوم ممتع جدا والاكل كان حلو قوي. وبعدين هنا لولي كانت قاعدة بقى ايه، تاكل في اللي هو المقرمشة دي اسمها ايه انا نسيت. اهو بدوق الكشري. هنا نوجا توست. كانت بتدوق الكشري، التوست. انا بنسى يا جماعه. يا جماعه انا بقيت بنسى قوي الفتره دي، مش عارفه ليه، مش عارفه انتوا زيي ولا لا، بس انا بقيت بنسى كتير قوي. ونوجا بتقولي انتي زهايمر واللي حواليا بيقولوا لي ده زهايمر. انا عامله شبهك والله. ما انتي برضو بتقولي عليا زهايمر عشان بنسى. حرام عليك. هي كمان بتنسى زيي والله. بس انا هنا بقى قلت لها ادوق بقى، اشمعنى انت تدوقي مني بقى، وفرحانه قوي بالمطاطه دي. الموتزاريلا بتاعتها حلوه تيجي قوي. نروح النهارده كمان. النهارده نروح ناكل كشري كمان، او كل يوم كشري يعني احنا. هو على المكرونه بتاعته. بس مش كل يوم كشري، احنا ممكن نجيبه دليفري بقى. لا تشكره. لا تشكر. في المحل. هي نجا تحب تروح تاكل في المكان عشان بتاكل وتشبع، فتعالوا بقى نروح ناكل كده ونرجع لكم. وهنا كنا خلاص خلصنا الاطباق يعني، خلاص بصوا كانت الاطباق مليانه بس خلاص ما بقيناش قادرين ناكل. وهنا نجا مخبيه بقها مش عايزه بقها يبين. قلت لها يا نوجا ظهري بقك، تقولي متبهدل يا ماما صح. ما كانش متبهدل ولا حاجه. وهنا محمد كان خلص برضو الاكل بتاعه خلاص، ما كناش قادرين شبعنا خالص بجد. فبجد كانت تجربه مميزه جدا عند ابو حنفي. قولوا لنا بقى احسن محل كشري بتاكلوا فيه وبتحبوه اسمه ايه، وبتحبوا ده أنا كان الكشري بقى ولا نديمة. لا؟ وسلام.